يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال والصحه والنعمه ان شاء الله. البنات عندنا اليوم وصفه تاع شربت بذوق الليمون بذوق البرتقال وبالفلون طايب مطبوخ. حنا البنات نفوتوا المقادير كلش طبيعي كلش من المنزل. احنا المقادير تاعو بسيطه، عندنا ما يكلفناش بزاف. عندنا كاس حليب حنخلطو معاه 2 مغارف تاع فلون بذوق الليمون ولا الفاني، انا هنا درت فاني. عندنا كاس سكر وحبتينه تكون كبيره، اذا عندكم صغيره ديروا 2 حبات 2 حبات ولا 3 على حسب. المهم نحتاجو كيلة سكر، كيلة حليب كما راكم تشوفوا، كيلة تاع تشينو عصير. اول حاجه هنايا نخلطوا الحليب مع 2 مغارف فلون، نطيبوه عادي كما نطيبو كامل الفلون، كامل تعرفوا طيبوا الفلون كي يرفد الغليه الاولى نحوه. هنا المغارف تاع الفلون ما يكونوش معمرين البنات، يكونوا غير هكا كما راكم تشوفوا، ماشي بومبي بزاف. هنا نخلطوا بارد في بارد وندو فوق النار نطيبوا الفلون عادي. من جهه واحده اخرى البنات نجيبوا الحبه تاع تشينا تاعنا نبشروها، نحتاجوا المبشور بلا ما نوصلوا لو زيست هذاك الداخل هذاك الابيض، نبشرو غير من الفوق. كما قلت لكم البنات، الا كانت الحبه تاع التشينا تاعكم كبيره ديروا حبه، ولا كانت صغيره ديروا 2 ولا 3. المهم توصلوا للكاس اللي وسيتوا به في المره الاولى تكملوا به كامل المقادير، كيلة كما راكم تشوفوا هنا البنات. بشرنا كاع الحبات تاعنا، ومن جهه واحده اخرى الفرن تاعنا يكون غلا. حنا نخلطوا الكاس تاع السكر تاعنا مع البشور تاع الحبه تاع البرتقال، وهنا الفلو كي يطيب نديروه في كاش بول، ولا انا رجعته هنايا في الكاس باش تكون الكيله تاعنا تشوفوها معايا. نديروه يبرد عادي، يبرد حتى يجمد كيما ناكلوا الفلون تاع موالف. نديروه يبرد ونقول لكم. حنا البنات نخلطوا الكاس تاع السكر تاعنا مع البشور تاع الحبه تاع البرتقال، خلطوه مليح حتى يتجانس السكر مع هذوك البشور تاع الحبه. شوفوا نخلطوهم مليح باش تدخل كل المكونات مع بعض. ومن جهه واحده اخرى نروحوا نعصروا الحبه تاع البرتقال تاعنا. راني غير نقول لكم القارص البنات. الحبه البرتقال هنايا البنات للامانه انا الحبه تاعي دارت لي كاس غير ربع، هذاك الربع غير شويه، واحد القيس اصبع زدت له نص حبه. نتوما المهم عصروا حتى توصلوا كيلة، ماشي بزاف، انا زدت غير نص حبه برك. حنا نخلطوها مع بعض. حنا البنات الا كان عندكم الوقت خلوه السكر يذوب لكم بالعقل، وقت ما وليتوا ليه تلقاوه ذايب، ولا ما عندكمش الوقت ديروه بالميكسور. انا هنا درته بالبراميكسور.
نخلطو غير الكاس تاع العصير تاع البرتقال مع الكاس تاع السكر مع البشور تاع الحبه تاعنا. كي يتخلط مليح نزيدولو الليتر تاع الماء، هكا نتحصلوا على تقريبا لتر ونص تاع العصير ولا الشربات كما حبيتوا تسموها. المذاق تاعها ولا اروع البنات. كي تجربوها تشوفوا البنه تاعها. هنا البنات بدلت الريسيبيون خاطر كان عندي صغير ما خلانيش نخلط مليح. هنا نميكسيو كامل حتى يذوب لنا السكر ولا هذوك البشور يتجانسوا مع العصير. هنا نضيفوا الليتر تاع الماء تاعنا. هنا لازم تخلط شويه مع الماء مع المكونات اللي قلتهم لكم. وهنا الفلو تاعي يكون يجمد من جهه واحده اخرى نزيدو نضيفوه. هنا كي نزيدو الفلو تاعنا الجامد نعاودو نزيدو نخلطو شويه باش يتجانسوا لنا مع بعض وهكا يكون العصير تاعنا واجد. هنا ما نخلطوش بزاف حوالي دقيقه ولا. شوفوا القوام تاع الشربات تاعنا ولا العصير. هكا نزيد نوريكم القوام من الداخل مليح. شوفوا البنات كل ما تجوا حتى تقدموا العصير تاعكم ولا تجوا تشربوا منه خلطوه شويه عاودوا حركوه مليح مليح باش هذيك الرغوه اللي من الفوق تنزل لنا لداخل باش ما تدوش غير الماء وحده. شوفوا القوام صدقوني جربوه وتشوفوا البنه تاعو. واللي جاها ثقيل زيد له الماء. انا في هذه المقادير جاو ملاح. هنا البنات نجو نقدموه مع بعض وتشوفوا القوام تاعو كما شفتوه في الاول. كما قلت لكم البنات كي تجوا تقدموه لعائلتكم ولا كي تجوا تفرغوا في ليفيغين تاعك كي تجي تفرغي اختي حركيه باش هكا هذيك الرغوه وكامل يتجانسوا مع بعض كما اي جو نشروه من برا. شوفوا القوام والصورة راهي تبين لكم يجي بنته هايلة والتركيز تاعو راكم تشوفوه بعينيكم. هنا البنات اللي عجبتكم الوصفة كما العادة ما تنسونيش بجام بارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم باش يستفادوا منه هكا مع وجاي الصيف في هاد العصائر نلقاوهم وتشربوه بالصحة والهنا ان شاء الله. هنا البنات ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم